النهارده جايه اتكلم عن القولون وافضل 12 اكله عشان القولون ما يتعبش منك. الموز، الشوفان، المخمرات، البطاطا، بذور الشيا، السمك صديق القولون، القرع، الجنزبيل، الجزر، الافوكادو، الزبادي. اتبعوا كل الاكلات ديت وكلوها والقولون بتاعكم هيهدى وهينتهي معاكم مشاكل القولون. تابعوني في الكومنتات وقولوا لي مين فيكم عمل الاكلات ديت ومين فيكم خف من القولون والاعراض خفت معاه خالص، علشان اعمل له متابعه مجانيه. كمان الميه والبروبيوتيك وخل التفاح، الثلاث حاجات دول اصدقاء للقولون معاكي. تاخدي خل التفاح ممتاز جدا، بيهضم الاكل معاكي كويس قوي، بينزل على البروتين اللي انت بتاكليه بيكسره وبيخليه يتهضم كويس وما يعملش عندك اي عسر هضم. البروبيوتيك بتقدري تاخديها كمان يا اما اقراص يا اما من الزبادي. الميه ممتازه جدا، لازم تاخدي ميه 2 لتر كل يوم، 2 لتر كمان ونص، وتوزعيهم خلال اليوم، ما تشربيهمش مره واحده علشان الكليه ما تتخلصش منهم مره واحده، لازم تشربيهم متوزعين طول اليوم. النهارده هكون كلمتكم عن القولون ومشاكله وقد ايه الناس بتعاني منه، وايه الاكلات اللي انتوا المفروض تاكلوها علشان القولون يخف معاكم ويبقى اعراضه ابسط واقل بكتير، ما يحصلش لا امساك ولا اسهال ولا انتفاخ. اتمنى اكون حلت لكم المشكله. تابعوني في الكومنتات وقولوا لي مين اتبع النظام بتاعي ومشي عليه والقولون خف معاه، وانا هعمل له متابعه مجانيه. مرضى القولون العصبي، النهارده جايه اكلمكم واحللكم المشكله. عارفه قد ايه انتوا بتعانوا من الامساك، من الاسهال، من الانتفاخ، بس النهارده خلاص لقيت لكم الحل في 12 اكله: الشوفان، الموز، التفاح، المخمرات، خل التفاح، البطاطا الحلوه، بذور الشيا، السمك صديق القولون، كلوا سمك معظم ايام الاسبوع، القرع، الافوكادو، الزبادي فيها البروبيوتيك وبتساعد الهضم ان هو يتحسن معاكي جدا، تحل مشاكل كتير قوي. بذور الشيا. طبعا انا النهارده قلت اكلات كتير قوي ولسه هكمل تاني. لسه مشاكل القولون مستمره معاكي، هتزودي كمان زيت الزيتون على اكلك، كل يوم تحطي على السلطه زيت زيتون. زيت الزيتون مهم جدا علشان يمنع معاكي الانتفاخ، الامساك، الاسهال اللي بيحصل نتيجه القولون، المشاكل اللي بتحصل معاكي، المغص. عايزاكي تتحركي كتير قوي، يعني كل يوم تنزلي تمشي نص ساعه، او تلعبي جيم، او تلعبي تمرين، او تشيلي حديد، او تنطي الحبل، تعملي اي مجهود عضلي كل يوم. لازم الفيتامينز بتاعتك لازم تاخديها كامله، تقللي من السلطات مع مرضى القولون بتتعب القولون. انت برضو تختبري نفسك، تشوفي انا اكلت سلطه فانا تعبت، معدتي اتنفخت، مش قادره اتحرك، بطبل كده على معدتي، مش قادره، تعبانه، يبقى انا كده مريضه قولون، يبقى امنع السلطه. مريضه قولون ما اخدش سلطه. في مريض قولون وياخد سلطه وبيرتاح عليها عادي، انت بتختبري جسمك وبتشوفي.